السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ولكن طبعا يعني الظروف المحيطة بالنادي بتاعنا كاسماعيلي طبعا ظروف صعبة شوية. يعني كنت اتمنى ان اللقاء ده يكون في ظروف احسن وافضل. انت عارف معزتي معاك وعلاقتي طيبة بيك كإنسان، انما هي دي حالة كرة القدم، وبيبقى فيه توفيق وعدم توفيق، ولكن في النهاية يظل النادي الاسماعيلي اسم كبير بتاريخه الكبير، بالخلفية التاريخية الكبيرة، وان شاء الله باذن الله يكون في توفيق في الفترة القادمة للنادي الاسماعيلي، ويحدث الاستقرار داخل النادي مرة اخرى ان شاء الله باذن الله، لان النادي الاسماعيلي ليه فضل على الجميع، واتمنى ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي. والنادي بذل جهد كبير في الفترة الأخيرة، في توفيق وعدم توفيق. في عناصر كويسة ممكن تخرج منهم حاجات كويسة جدا بأفكار إيجابية، اللي هم اللعيبة. نعم اللعيبة طبعا طبعا، يعني بشوية تنظيمات معينة، بفكر كمدير فني أو ممكن أنا بتكلم كرؤية فنية. طبعا ممكن يعدل من نفسه جريده، أو ممكن اللي هيجي أيا كان. يعني ممكن لازم يبقى فيه فكر فني داخل الملعب، لازم يكون فيه فكر، أهداف ودوافع. هو تم الإعلان رسميا عن رحيل جريده. أنا أتمنى له كل التوفيق، الراجل بذل جهد واسم برضه، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله في المرحلة القادمة طالما رسميا. حسب معلوماتي نعم ان تم طرح اسم حمزة الجمل نعم للعودة مرة تانية. نعم. السؤال الأول، هل تم التواصل معاك خلال وانت جاي في الطريق ولا لا؟ والله شوف، يعني التواصل بعد المباراة ما حصلش صراحة حقيقة يعني، إنما ما قبل المباراة وبعد مباراة سموحة كان في اتصالات قوية جدا. كان في اتصالات قوية من مسؤولين؟ طبعا قوية جدا يعني للعودة مرة تانية. وده طبعا ده شيء أسعدني، إن طبعا يعني حتى يعني جمعتني جلسة يعني تفاصيلها أنا هحتفظ بها لنفسي، إنما أنا يعني حتى جمعت حضرتك جلسة مع مسؤولين داخل النادي الإسماعيلي. طبعا ولكن النادي الإسماعيلي طبعا يعني أنا حزين عليه، طبعا حزين عليه جدا، وأتمنى إن شاء الله التوفيق للنادي. إنما انت بتسالني سؤال محدد بعد المباراه بالتحديد دي، لا ما حصلش اي. لكن انما انا مقدر، يعني هي الفكره موجوده ان يرجع حمزة الجمل نعم. مره ثانيه. نعم. واللي انا عارفه نعم. من لاعبين ان في بعض اللعيبه اتكلمت مع مسؤولين. لا دي على مسؤوليتك بقى. ده انا اللي بتكلم، انا اللي بقول لحضرتك دي معلومه. نعم. ان بعض اللعيبه اتكلمت مع مسؤولين داخل مجلس اداره نادي الاسماعيلي، وقالوا لهم ان احنا عايزين حمزة الجمل يرجع تاني. هل بقى اولا حمزة الجمل هيوافق في حاله العرض عليك بشكل رسمي؟ ده والله بص رقم 2 معلش انت جايبني في حته صعبه شويه بصراحه. انا عايز بس اقول للمشاهدين حاجه، يعني ان اللقاء ده مرتب من فتره ولا ايه؟ لا ده من فتره، عشان ما حدش يعني ياخد ذهنه ياخد ذهنه ان احنا جايين النهارده عشان نقدم حمزة الجمل. لا ده هي جت اولا. انت حضرتك بس مش محتاج ان انا بس بوضح صوره زي حالاتي يقدم حضرتك. انت نتائجك وشغلك نعم هو اللي قدمك الموسم اللي فات. بس